ونجاح الحلقه والناس طلبتها بالاسم، لا عايزينها بقى تيجي وتعمل لنا بقى صنف حلو. هي قدمت في الحلقه اللي فاتت فراخ. المهم ايه، قلنا طيب خلاص ماشي، ده بناء على الجماهير اللي اتفرجت على الحلقه. معانا الشيف صفاء الوزير، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، دي تاني مره معانا في البرنامج. الحمد لله ان شاء الله. مبروك على نجاح الحلقه اللي فاتت. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، بفضلك ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. المره اللي فاتت احنا عملنا صنف حادق، عملنا كوردون بلو، مكرونه كونكاسيه ومكرونه بالوايت صوص، تمام، مع خضار ميكس او خضار للناس الاكل الهيلسي. بناء بقى على راي الجماهير واللي شافونا الحلقه اللي فاتت طالبين حلو عينيا مننا، فقولي لنا بقى ايه هتقدمي لنا حلو ايه النهارده؟ اسهل حلو وحاجه حلوه قوي، بسبوسه بالسكر والعسل زي ما بيقولوا. جميل. البسبوسه بقى دي احنا اخترناها برضو شيف صفاء تعملها بناء برضو على الجماهير، لان في ناس كتيره مش عارفين تظبط البسبوسه وما يعرفوش يعملوها زي ايه المطاعم بره، ففيها تكات كده. شيف صفاء بكل مصداقيه هتقدمها لنا دلوقتي واحد يعني ايه ستيب باي ستيب كده، صح ماشي؟ صح. وانا علشان ايه الساده المشاهدين هيتفرجوا علينا وهيقوموا على طول يطبقوها ويقولوا لي تحت الحلقه على اليوتيوب رايكم ايه في اكل شيف صفاء. ان شاء الله. انا عملتها على التيك توك والحمد لله جابت مشاهده عاليه. عايزين جدا. نقول برضو للساده المشاهدين القناه اليوتيوب عندي قناه اليوتيوب تاني تذكيرا اسمها مطبخ قربة على اليوتيوب، وعلى الفيس مطبخ قربة، وعلى ما اعتقدش اسمي يتنسي. وعلى التيك توك حبايبي ومشاهديني نسبوا لي ماما صفاء، واول بسبوسه عملتها عدت ال 35 مشاهد الحمد لله. حاجه حلوه 35,000 صح؟ الحمد لله. وكلهم عملوها في التعليقات قالوا لي ما شاء الله حلوه جدا، لان طريقه سهله. عندنا هنا حبايبي اول حاجه نص كوبايه سكر هنكرملها. تمام. هنكرملها كده على النار. هنسيبها بقى كده تتكرمل على النار. وهنعمل ايه؟ عندنا هنا 3 كوبايات سميد، يعني حوالي نص كيلو، بنفس المعيار بتاع الكوبايه دي. سميد اهو يا جماعه، سميد عادي كده، نجيبه كده ما يعلمش في الايد، ما يسيبش اثار دقيق في الايد. سميد متوسط عشان تعرفوا تجيبوا السميد كويس، ما بيعلمش متوسط في الايد. تمام اوكي. انت حطيتي السكر دلوقتي على الطاسه كده مع نفسه كده يتكرمل ما شاء الله كده قوام. أوكي. ماشي. عندنا ربع كوبايه جوز الهند. ماشي يا حبايبي. اوكي. وعندي هنا الجوز الهند ده اختياري ولا ممكن في ناس لا عادي، ممكن ما يحطوهوش، ممكن تشيلوا خالص الجوز الهند. تمام اوكي. ذره بيكنج باودر صغننه جدا. باكو باودر؟ لا اقل من ربع معلقه الشاي. اقل من ربع معلقه. أيوة. تمام اوكي. سنه ملح صغننه قوي كده عشان تعدل الطعم معانا. تمام اوكي. حلو جميل. جميل كده. ده احنا اشتغلنا فيه، دربنا المواد الجافه مع بعض. حلو. عندنا هنا كوبايه سمنه بلدي مذابه. السمنه البلدي بقى هي على فكره السمنه البلدي لما يتعمل معاها البسبوسه بتختلف خالص طبعا. عندنا هنا كوبايه سمنه بلدي مذابه كده، يعني فتره بدرجه حراره المطبخ. تمام. نبتدي بقى ايه نعمل ايه؟ نبس كده، نوريهم بس كده، نبس كده اهوت. الطريقه دي حبايبي اسهل طريقه. لازم نشرب البسبوسه بتاعتنا او السميد بتاعنا، نشربه من الماده الدهنيه اللي هي حطيناها دي. نفضل كده نبس حوالي 5 دقائق. والبسبوسه ما بتتعجنش حبايب قلبي. اللي يقول لكم البسبوسه بتتعجن، احنا ندخل السمنه بس في السميد بس كده، بس كده. وبعد كده هننزل احنا بنحط السكر ما بنقلبوش. لا بنسيبه لغايه ما هو كده لحد ما يدينا اللون. تمام اوكي. اللي براون الحلو قوي كده. احنا بسينا البسبوسه بتاعتنا كاننا بنبس كحك، بس لو ما فيش اسبرتيول كده نعمله كده على ايدينا كده كاننا بنبس كحك. عندنا صينيه هنا هنعمل ايه؟ هندهنها طحينه، اي ماده دهنيه، عشان لما نيجي نطلع لما نيجي نطلع البسبوسه او اي ماده دهنيه، زيت بقى، سمنه، اللي انتوا عايزينه هنا. ايوه اي ماده. انا عايزه اللون ده لان ده اللي بيديني احلى لون في البسبوسه. تمام. احلى لون. هنزل بيه على طول بكوبايه لبن، نفس المعيار. نحط عليه لبن اهو كده اهوت كده. بنحط عليه اللبن كده
وبنسيبه كده ياخد ويدي كده، مفيش مشكله. حتى لو حبت مننا الموضوع ده جديد يا جماعه، مفيش قبل مشكله، كده. جديد جدا يعني جدا جديد. جدا ما شاء الله، ولا مش حول ولا قوه الا بالله. ما حدش هو طلع معايا هياخد- حلقه بصراحه وعمل بسبوسه وقال على التكه دي لا، حط يعملوها. كوبايه اللبن على السكر لا، المكرمل. يعملوها بتدي تمام، شكل أوكي. حلو قوي، تيست عالي قوي ما شاء الله، حاجه حلوه قوي قوي قوي. تمام. نشيل دول كده من هنا، ما لهمش لازمه. مجرد كده ما ابتدى يفك كده زي ما انتم شايفين، فك كده معانا، نسيبه كده دقايق يهدى، ونقوم نازلين على طول على البسبوسه بتاعتنا اللي احنا بسيناها بالسبيتيول او بايدينا، مفيش اي مشكله. حلو جميل. كده ال3 كوبايات سميد، عليهم كوبايه سمنه، عليهم ربع معلقه بيكنج باودر صغيره قوي، ذره ملح، عليهم هنا نص كوبايه سكر او ربع كوبايه سكر على حسب انتم عايزين اللون. ايوه أوكي. كده كده ماشي، احنا خلاص أوكي. كده خلصنا، مجرد ان احنا هنحط كده تمام. هندرب سهله على بقى. فكره يا جماعه، الطريقه سهله جدا اهي يعني. اهي اه مش بنعجن البسبوسه، ما بتتعجنش اهي. تمام. اهي خبره، عندها خبره اكتر من 25 سنه في مجال الفنادق، فطبعا هتاخدوا منها الوصفه وتدخلوا تعملوها على طول، مش محتاجين بقى تجربوا او يعني تعملوا تقولوا لا، هتطلع الحمد حلوه لله. هتطلع وحشه، لا. ولما تجربوا الوصفه دي يا ريت تكتبوا لي تحت الفيديو ايه اخبار الوصفه، طلعت معاكم ايه بامانه، لان انا واثقه جدا في تقديم الشيف صفاء للوصفه، وبتقول لكم على كل التكات اللي تطلع معاكم بأمانة. الوصفه زي ما هي بتعملها بالظبط. بامانه كل حاجه. الحمد لله. اصل المطبخ محتاجه برضو في الوصفات محتاج أمانة. محتاج علشان أمانة. الحاجه ما تترميش خساره. عندنا هنا بندق مقسوم متقشر ني مش مستوي، هنعمل ايه كده؟ هناخدها كده على طول كده، حطها في الفرن بقى من تلت ساعه لنص ساعه على درجه حراره 180 المتوسط. هنا بعد ما خلصت بعد تلت ساعه ما شاء الله، ادي اللون جمال بتاعها ما شاء الله عليها. كده، هي مش ناقصه اي حاجه. طبعا السيرم بتاعها حطينا ايه سيرم؟ حطينا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، قعدوا على النار حوالي 5 دقايق بس مع معلقه تمام. عسل جلوكوز. لو ما فيش جلوكوز ما فيش اي مشكله، نص ليمونه او شويه فانيليا وما فيش مشكله. واحنا نسقي على ظهر المعلقه عشان ما تعملش فجوه في النص. نسقي تمام. كده على ظهر المعلقه عشان ما تعملش فجوه من النص. بس هنوريكم نعمل تيست مع بعض ونطلع طرنش كده ونوريكم. جميله، تسلم ايدك يا شيف. نحط بس ايه، تحطي القشطه نحط القشره كده عليها. احنا طبعا حاطين على جنب واحد، المفروض نحط ايه القشره بتاعتنا كلها كده. تمام. ونحط العسل. طبعا في ناس بتحبها بالقشره، في ناس بتحبها من اللي غير القشره. بيعمل دايت او بيفكر في ما الهيلثي ياكلهاش. ما يتفرجش اصلا على الحلقه دي ما ياكلهاش نهائي. مش لا ما يتفرجش. ليه؟ يعني علشان حته دي بعيد خالص. بس الاكله دي بتبقى في الشتاء حلوه جدا جدا يا جماعه، جدا جدا جدا، بتدفي كويس يعني. ما شاء الله. احنا هنحاول بقى نجيب لكم الاكلات اللي تنفع شتويه هنا في البرنامج. وهي ما شاء الله دايبه دوب دايبه دوب دايبه دوب. قولي لي يا شيف، في اول الحلقه قلتي لي عايزه تعملي اهداء لحد عزيز عليكي قوي. على حبيبتي واختي وصديقه عمري عبير، مدام عبير. تمام. بهنيكي على اول حفيده جتلك، وبهني استاذ هشام، وبهني مامتها وباباها. الف الف مبروك ليها جوري، وربنا يخليها لكم وتفرحوا بيها يا رب باذن الله. ميرسي ليكم يعني يا رب. نقول لها برضو اهداء من البرنامج، بنقول لك الف الف مبروك وحمد لله على سلامتك. تمام. وبشكرك شيف صفاء على الفقره الجميله